لا تفوتوا بس على اليوتيوب والفيسبوك، بس تكتبوا لنا شلون الصوت، او على الاقل يوتيوب. انا بشوف على اليوتيوب ايضا الان. طبعا اسعد الله مساءكم جميعا كل الاخوه والاخوات. اليوم الحلقه ما راح تكون طويله كتير، مع انه انا عندي وقت، لانه راح نجزئها الى جزئين. في جزء هام للغايه نقوله باللغه الكرديه، بس بعد ما اخلص من اللغه العربيه. طبعا اعتقد انه اللي متابعنا صوت واطي هلا الصوت اعلى اكيد. اعلى اكيد بالصوت جيد باليوتيوب. ما كتبتوا لي على اليوتيوب. صوت ممتاز. طيب، اسعد الله مساءكم كل الاخوه والاخوات اللي دخلوا معنا اللايف الان، لانه دخل عدد اكبر الان. تحياتي لكم كل باسمه ورسمه. اسعد الله مساءكم. طبعا اللي متابعنا صار له تقريبا عامين. ما هو جديد عليه الشيء اللي بيصير، يعني وقسمنا المراحل كلياتها، المرحلة ألف والمرحلة اثنين والمرحلة ثلاثة، وقسمناها إلى مرحلة ألف وب المرحلة الثلاثة. وقلت لكم المرحلة هي في حال ذهبت الأوضاع في سوريا إلى الطريق الفلاني، والمرحلة ب إذا ذهبت الأوضاع إلى طريق مختلف تماما. هلا ما راح نتحدث عن لأنه آه، اختلف معانا وصارت تقريبا المرحلة ب اللي حكينا عنه، انه الهيئة على رأسهم محمد الجولاني، يعني عم يجي لطرف قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي والدول الأوروبية، وعلى رأسهم فرنسا طبعا. وكل الشيء اللي بتشوفوه الآن بتشوفوه على الأرض، هذا ما محض الصدفة. وهذا الأمر تحدثنا عنه مطولا، وخلال عامين أنا بشرح فيه بشكل مطول كل الأمور اللي حصلت قبل الآن والآن اللي عم تحصل وعم بنشوف نحن حاليا كمان. مثل ما قلنا لكم اتفاقات، نعم. طبعا هاي الاتفاقات اللي حاصلة ليست نهائية، يعني مشان تعرفوا المسألة تماما. وهي اللي بتظنوا فيها، يعني في ناس كثير بتطلع هلا بيقول لك شي بده يحط سلاح، شي بده يعمل هيك. كل هاي الاتفاقات هاي ليست نهائية. في الاتفاقيات النهائية أنا بدي أذكركم بموضوع هام للغاية مشان تعرفوا. أولا، حكومة الشرع حاليا هي حكومة انتقالية، والحكومة الانتقالية لا تملك شرعية. هو أخذ الشرعية من مين؟ من نقول الضباط، مثل ما سموهم هم بتسمياتهم الضباط. يعني أخذ من المجلس العسكري، أخذ الشرعية. ما صار حوار وطني، ما صار أي نوع من أنواع الانتخابات، ما صار أي شيء. وقام الجنرال مظلوم عمدي امبارح بالاعتراف به، وهنأوا على الرئاسة، وهو مثله مثل أي القادة العسكريين اللي موجودين على الساحة السورية. بدنا نمشي بالأمور بالتساوي بالمسائل هاي. فهون لا يستطيع الشرع أبدا يعني أنه يعقد اتفاقات نهائية الآن مع الإدارة الذاتية أو مع قوات سوريا الديمقراطية. لكن الأمر ذاهب باتجاه الاعتراف بشكل رسمي بالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. وشفنا احنا بالبيان تبعهم ذكروا الإدارة الذاتية، يعني ذكر أحمد الشرع كلمة الإدارة الذاتية، وهذا يعتبر اتفاق ضمني أو اعتراف ضمني بالإدارة الذاتية في المرحلة القادمة، وهذا أمر هام للغاية أيضا. فمسألة كل اللي بيطرح الآن من المحللين والقنوات التلفزيونية وبينعرض على اللايفات وغيره وغيره، هذا ما بيجي إلا في إطار التحليلات الشخصية. طبعا هون الأمر مختلف تماما.
نعم هناك اتفاق ما بين قوات سوريا الديمقراطية برعاية فرنسية، وقبل فترة حكينا أنه الملف السوري بالأساس استلمته فرنسا. هلا هون يبدو أنه مثل ما قلنا لكم قبل فترة من سقوط بشار الأسد بأنه لا يستطيع أحمد الشرع بأي شكل من الأشكال أنه يأخذ شرعية دولية من دون المرور بالقامشلي. هذا أمر واضح وقلناه بشكل موسع كمان. طبعا في كتير من أصحاب الرؤوس المربعة اللي بيطلعوا هدول جماعة العنصريين والقوميين، يعني الحرب الخاصة اللي عملوها الفترة اللي فاتت كانت قوية جدا. فكل هاي الحروب اللي عملوها خصوصا الحروب الإعلامية والحروب الخاصة فشلت فشل ذريع. لم يستطيع حتى الميت التركي أنه يمشي الحرب الخاصة الموجودة. فلذلك المسألة ذاهبة كما قلنا لكم تماما، يعني مسألة ذاهبة إيش؟ إلى أنه بده يصير الآن تضارب ما بين قوات الهيئة والقوى الأخرى الموجودة على الأرض. أنا بدي أقول لكم كلام واضح مشان تفهموه. مسألة دمج الجيش الوطني مع الهيئة لإنشاء جيش سوري جديد فشلت تماما. هذا فشل ذريع أيضا. فجميع الكتائب أو أغلبية الكتائب ما بتقبل الاندماج مع الهيئة. وأنا قلت لكم هذا الكلام قبل كمان، قلت لكم أنا بتصوري الشخصي لا يمكن أنه يتم القبول بدمجهم مع الهيئة. فراح نشوف هلا الآن قسم، نعم قسم بدها تصير هلا الغربلة، القسم اللي بده ينضم للهيئة والجيش السوري الجديد، وقسم الآخر اللي راح يرفض الانضمام بالهيئة. فراح تضطر الهيئة أنه تبلش تحاربهم. هلا المسألة الهامة للغاية، اليوم شفنا أنه الإدارة الذاتية والجنرال تحدثوا بالاجتماع اللي حصل وطلع البيان بعده بأنه قوات سوريا الديمقراطية ستكون جزء من الجيش السوري الجديد. طبعا في كتير ما فهموا أنه بده يحطوا سلاح بده كذا. لا، مو مسألة حط السلاح، المسألة كلياتها أنه بده قصد يصير اسمها جزء من الجيش السوري. هنا له توابع دولية هامة للغاية. فأنت عندما تصبح فيلق من الجيش السوري، يعني فيلق من الجيش السوري، فأنت أصبحت شرعي كقوة شرعية. حتى تعامل الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف وكل الدول العالمية سيصبح تحالف شرعي مع الجيش السوري الجديد، لأنه هذا جزء من الجيش السوري. وهذا النقطة أعتقد أنه ما حدا قالها نهائيا. أعتقد أنه البثوث الأخرى أو المحللين السياسيين الاستراتيجيين اللي بيطلعوا على القنوات ما ذكروا هاي النقطة نهائيا. وهي أهم نقطة إيجابية بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية. فراح تصير قوات سوريا الديمقراطية التعامل معها بمسألة بيع وشراء السلاح والمسائل الدولية المتعلقة بالقوانين الدولية كحدود وغيرها مسائل شرعية تماما بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، لأنه هي راح تكون جزء من الجيش السوري الجديد. وركزوا على كلمة جزء من الجيش السوري الجديد. شفنا تصريح ماكرون وكان هام للغاية، بيقول لك أهمية الحفاظ على قوات سوريا الديمقراطية ككيان، وما قال أهمية دمج قوات سوريا الديمقراطية مثلا كأفراد مع الجيش السوري. فقوات سوريا الديمقراطية راح تكون هي كيان بإداراته بمؤسساته الموجودة كلياتها تابع لوزارة الدفاع.
في الجمهورية العربية، بلا كلمة عربية لأنه العربية راح تنخفي، في الجمهورية السورية. إلى الآن اسمها الجمهورية العربية السورية، لسه ما غيروها، لكن خلونا نقول الاسم الجديد اللي راح ينطلق هو الجمهورية السورية. نعيد نعيد ما في مشكلة. أهمية هذا الاتفاق أنا ما بنظر على بنوده، شو هو البنود، شو قالوا، شو كذا، أنا بنظر عليه من النظرة بعيدة والاستراتيجية. طبعا أنا أربطها بتصريحات ماكرون بفرنسا والاتفاق اللي حصل في فرنسا. عندما ذكر ماكرون بكل وضوح لا يمكن للدولة السورية الجديدة أو الحكومة السورية الجديدة أن تكون بوحدها، لازم تكون مع الإدارة الذاتية، وحصرا الإدارة الذاتية يتكلم فيها. الشيء الهام للغاية قال لك أنه لابد من المحافظة على قوات سوريا الديمقراطية ككيان، ورفع جاهزيتها، رفع جاهزيتها القتالية في المستقبل لأي طارئ يحصل، ولازم تكون من جزء من الجيش السوري. طبعا هنا كلام هام للغاية. الاتفاق اللي حصل ما بين أحمد الشرع أو الحكومة السورية المؤقتة مع قوات سوريا الديمقراطية هي أنه قوات سوريا الديمقراطية راح تحمل اسم الجيش السوري الجديد أيضا، وراح تكون كيان محافظ على نفسه، كيان مستقل نوعا ما، بيكون بإشراف وزارة الدفاع، مرتبط فيها يعني بوزارة الدفاع السورية. طبعا إلى الآن لا توجد وزارة دفاع، عشان نكون واضحين، إلى الآن لم تنجح الحكومة المؤقتة بقيادة أحمد الشرع بإنشاء جيش سوريا جديد، لأنه أغلب الكتائب رافضة أنه تندمج مع جيش سوريا الجديد. عندنا كتائب درعا اللي موجودين في السويدة، اللي موجودين في غرب الفرات، السوركيين كثير منهم رافضين. هلا اللي اتفاق هذا اللي حصل الآن راح يعطي شرعية أكثر لأحمد الشرع، وراح تبلش المسائل السياسية أكثر وبوضوح أكثر. فلذلك هذا بالنسبة لأحمد الشرع مفيد جدا حقيقة، لأنه هذا راح يعطيه شرعية أكثر وينطلق أكثر، أنه بتنرفع العقوبات وبتصير الأوضاع أفضل من ما كانت عليه بالنسبة لهم، لأنه كان في اعتراض دولي ومراقبة دولية على أحمد الشرع، فسهل عليه الأمور. وهذا طبعا متفق من زمان، مو شيء جديد يعني. هلا مثل ما قلنا لكم هذا راح يعطي شرعية لقوات سوريا الديمقراطية بالنسبة للعلاقات الدولية، يعني الدول اللي كانت متحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية وكانت تعطي سلاح وتقوم بالتدريب وكذا، راح يصير المستوى أعلى. ليش؟ لأنه هاي صارت قوات شرعية موجودة. هلا من ناحية القانون الدولي أيضا هي قوات يحق لها التواجد في تلك المناطق وحماية الحدود أيضا، لأنه إيش؟ صارت الجيش سوري وتابع لوزارة الدفاع. فمن الناحية القانونية العسكرية هذا شيء مفيد جدا لقوات سوريا الديمقراطية، مفيد جدا لقوات سوريا الديمقراطية. كل الأمور التانية اللي انطرحت ما إلها أي وزن ولا أي شيء. يعني والله اللامركزية ما حددوا شكلها لسه، لأنه لسه ما في الاتفاق النهائي. ومثل ما قلنا لكم أحمد الشرع ليست حكومة شرعية الآن، هي حكومة انتقالية، والحكومة الانتقالية لا تستطيع الآن عمل أي اتفاقات أو تحديد شكل الحكم في سوريا إلى مرحلة متقدمة. ما في هذا الشيء. طبعا ما في اتفاق على هذا، لكن الاتفاق الضمني اللي موجود راح يكون فيها لامركزية موسعة. اللامركزية الموسعة وأنا شرحتها
شو الفرق بينه وما بين الحكم الذاتي وما بينه وما بين الفيدرالية؟ اللامركزية الموسعة إذا كانت موسعة جدا بصلاحيات عالية تصل وترتقي إلى الكونفدرالية. اللامركزية الموسعة ترتقي إذا ارتفع فيها سقف الحقوق بشكل كبير جدا راح ترتقي إلى الكونفدرالية، فهي ما دمج ما بين الكونفدرالية والفدرالية والحكم الذاتي اللامركزية، لأنه مفهوم اللامركزية مفهوم واسع جدا يتعلق بشو أنت ممكن تأخذ حقوق، وهذا أمر مهم للغاية. المسألة ليست مسألة أنه لا مركز، في لا مركزية بسيطة وفي لا مركزية يعني تكاد أن تكون قريبة من المركزية، في لا مركزية المحافظات، في لا مركزية الأقاليم، في لا مركزية ترتقي فيها الحقوق إلى أن تصل إلى درجة وتصل إلى حد الكونفدرالية. هلا بدنا نحن نرجع لموضوعنا اللي طرحناه الفكري سابقا وتحدثنا عن المحاصصة. عندما يرتفع سقف اللامركزية تتحول إلى المحاصصة. هلا هون الأخوان العرب ما بدهم فيدرالية، ما بيفهموا شو هي الفيدرالية، صعبة على عقولهم، بيفهموا مفهومها انه هي هذا المفهوم بالنسبة لهم هو مفهوم انفصال، هيك بيفكروا. فلذلك بلاها هاي الفيدرالية اللي عم يتحدثوا، فبلاها هاي الفيدرالية نتحول إلى اللامركزية. هلا هون اللامركزية هون المحاصصة ماذا تعني؟ تعني أنا مناطقي ممكن أخذ فيها لا محاصصة وأخذ فيها لا مركزية، أنا ما بيهمني المناطق الثانية ياخذوا فيها ولا ما بياخذوا، ياخذوا فيها فيدرالية. هلا بتضل على أهل السويدة، أهل السويدة بدهم فيدرالية، بدهم لا مركزية، بدهم مركزية، هذا الشأن يخصهم هم. أما أنت إذا بدك تجي وتطرح مفهوم الفيدرالية فمعناته أنت لازم تطبقها على الجمهورية السورية كلها، يعني كل محافظة أو محافظتين حسب ما هم بدهم ينظموا نفسهم في إقليم ويطرحوا الأقاليم الفيدرالية فيها. هلا لحتى أنت تتجاوز، من هاي المعضلة إنه الناس عقولها متفاوتة وشي بدهم هيك وشي ما بدهم هيك، أنت تطرح المحاصصة. المحاصصة تعني أنه أنا بالمنطقة هاي الفلانية أنا أطرح اللامركزية والباقي هم أحرار، وبالفعل هو هذا أفضل. ما بدك أنت تفرض الفيدرالية مثلا على كل سوريا، بلكي كل سوريا ما بدها تعيش بفيدرالية، هذا أمر يخصهم. فكانوا الجماعات اللي بيطلعوا وهدول أصحاب الرؤوس المربعة بيقول لك خلينا نعرضها على الاستفتاء، والاستفتاء هو يحدد انه فيدراليه ولا لا في سوريا. طبعا هنا بيسموها هنا دكتاتوريه الاكثريه، هاي بتكون اسمها دكتاتوريه الاكثريه. فالدكتاتوريه الاكثريه لا يمكن ان تطبق على المكونات الاخرى او على الاقليات، فلذلك نظام المحاصصه هو افضل نظام. انا باخذ مواد ما يسموها مواد ما فوق دستوريه وبنظام المحاصصة على منطقتي، وانت اعمل استفتاء عندك، انا ما عندي مشكلة معك، انا قادر اني اعمل استفتاء بمنطقتي. لكن مو كل المحافظات الثانية تستفتي على محافظة هي بدها نظام مختلف عن الأنظمة الأخرى. وأنا بس لتوضيح المثال، يعني هلا بدنا نعمل نحن لا مركزية في القامشلي أو حكم ذاتي في القامشلي وفي الحسكة مثلا وفي عامودة وفي ديريك وفي المناطق هاي، ما بجي أروح أستفتي عند أهل الشام وأهل السويدة، لأنه هدول الطبيعي راح يقولوا لك لا. هاي اسمها ما اسمها ديمقراطية، هاي ما اسمها ديمقراطية. فأفضل نظام في هذا الموضوع هو نظام المحاصصة. نظام المحاصصة يعني انك تعمل استفتاء فقط بالمناطق اللي انت فيها، يعني كل محافظتين او 3 محافظات بدهم لا مركزية او بدهم
حكم ذاتي أو بدهم فيدرالية أو بدهم أي شيء، فقط بتلك المنطقة أنك أنت تسوي الاستفتاء. وهذا هو الديمقراطية اللي ما بيفهموها كثير من الناس. يظن الأخوة العرب السوريين بشكل عام أنه آه، عندما يجري استفتاء يجري في كامل سوريا على منطقة معينة، وهذا خطأ، خطأ بالديمقراطية، خطأ كبير بالفهم بالقوانين الدولية أيضا. يعني السويداء بدها لا مركزية، بس مناطق جنوب شرق الفرات بدها حكم ذاتي، يتم الاستفتاء في مناطق جنوب شرق الفرات على تلك المناطق فقط على الحكم الذاتي، والسويداء تستفتي الشعب تبعها على اللامركزي. يعني نظام المحاصصة ممكن يكون شكل الدولة مختلف تماما، مو كل منطقة نفس الشيء. يعني منطقة جنوب أو شرق الفرات بيكون مثلا بنظام لا مركزي حكم ذاتي، وممكن المناطق الثانية الموجودة في سوريا تتحول إلى فيدراليات أيضا، ممكن تكون فيدراليات المناطق الثانية. أنا بعرف كلام صعب قانوني وله علاقة بالقانون الدولي، وهذا معنه بالسهولة أنه ينفهم. يعني بما معناه أنه المناطق العربية الموجودة الأخرى اللي موجودة في غرب الفرات، هاي المناطق كلها تقدر تعمل استفتاء على نوعية الحكم. بدهم حكم مركزي، مشكلتهم. بدهم حكم ذاتي لكل منطقة، مشكلتهم. بدهم فيدرالية لكل منطقة، مشكلتهم. لكن الأنسب من وجهة نظر القانون بالنسبة لتلك المناطق، باعتبار هي شعوب قوميا متجانسة لكن في فروقات طائفية فقط، هو الحكم مثلا الفيدرالي بالنسبة لهم، أو اللامركزي. أما الحكم الذاتي بتكون عادة لإيش؟ لشعوب مختلفة عن الشعوب اللي موجودة في المنطقة كلياتها. فهنا بنظام المحاصصة يأخذ حكم ذاتي. يعني أنت بالمنطقة هاي عندك كرد، والكرد لغة مختلفة وثقافة مختلفة وأمورهم كلياتها، وجغرافية الأرض اللي موجودة فيها أيضا مختلفة. فهنا يبدأ في اللامركزية الموسعة إلى أن ترتقي، طبعا حسب ما تسميها، سميها حكم ذاتي، سميها اللي بدك إياه تسميها، هنا مختلف تماما. لكن المناطق الأخرى ممكن يكون شكل الحكم فيها مختلف تماما. فهذا اسمه نظام المحاصصة. ونظام المحاصصة أهم شيء، نظام المحاصصة لا يطبق إلا على المناطق الغير متجانسة. يعني ليس كلياتها نفس الأصل أو نفس الشعوب أو نفس اللغة أو نفس الثقافة، فهنا بيسمى بالمحاصصة. يعني منطقة اللي موجودة في مكان معين يكون لها طابع خاص مختلف عن المناطق الثانية، والمناطق الثانية تنظم نفسها في حكم مختلف. أعطيكم مثال. عندنا في ألمانيا مقاطعة اسمها باير اللي أنا موجود فيها. مقاطعة باير تختلف نظامها عن باقي المقاطعات الموجودة في ألمانيا نوعا ما. يعني ترتقي لأن تكون نوعا ما أعلى من الفيدرالية وأقل من الكونفدرالية. أعلى من الفيدرالية وأقل من الكونفدرالية. عندهم بعض المميزات اللي ميزتهم عن باقي المقاطعات الأخرى. أما باقي المقاطعات اللي موجودة في ألمانيا كلياتها تقريبا هي نفسها حكم فيدرالي، المقاطعات الأخرى اللي موجودة. وفي أمثلة كثيرة بالعالم أيضا، في أمثلة كثيرة بالعالم أيضا. يعني بفترة من الفترات كان السودان معطي جنوب السودان حكم ذاتي بنظام المحاصصة، لكن السودان كلياته الباقي كان مركزي، بوقتها. وفي دول كثيرة على هذا الأساس. أما بالنسبة للاتفاقيات الأخرى اللي بيتحدثوا فيها بالإعلام وما بعرف إيش وكذا، ما في اتفاقيات نهائيا. يعني اتفاقيات غير موجودة، هي فقط تصريحات الآن. وهاي التصريحات غير واضحة. ليش؟ لأنه أساسا ما في اتفاق لسه، بده وقت يصير في اتفاق. بس دقيقة لا بدي أجاوب. حاسس الكرد بآخر ما رح نحصل شيء. طردوا لي هذا
لأنه هذا واحد ضعيف وضعيف الشخصية، وما عنده ثقة بقدرات الشعب الكردي، وما عنده ثقة بقدرات المقاتلين الكرد والتضحيات والشهداء اللي قدموه. فهذا يستحق الطرد مباشرة. لا، أنا شفت الحساب تبعه مانو من الجماعات هذوليك، فهذا يستحق أنه يطرد غير مأسوف عليه. على كل، نرجع لموضوعنا الهام للغاية. كل ما يتداوله طبعا اللايفات الثانية والإعلام الآخر أنه والله قوات سوريا الديمقراطية ستسلم السلاح، هذا كلام هراء وغير صحيح. أنه قوات سوريا الديمقراطية سوف تندمج مع الحكومة أو الجيش السوري، هذا كلام هراء وغير صحيح. نعم راح تندمج معها، لكن ليس بالشكل اللي عم بيقولوا. راح تكون هي هيكلية محافظة على نفسها وحسب طلب التحالف الدولي. طبعا شفنا أيضا ترحيب من التحالف الدولي اليوم، ترحيب من التحالف الدولي أيضا بالاتفاق اللي حصل، لأنه هذا بيهم التحالف الدولي أيضا بشكل كبير جدا. التحالف الدولي إذا صارت قوى سوريا الديمقراطية تابعة للجيش السوري وتحمل الصفة الرسمية، راح تكون عندها حرية أكثر. أيضا هون في أمر هام للغاية بدي أقول لكم إياه. يعني إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية تابعة لوزارة الدفاع، تترتب عليها مسائل بالقانون الدولي. يستطيع التحالف الدولي وقتها منع الأتراك أيضا من الهجوم على أي مكان، لأنه عم يهجم على الجيش السوري. طبعا الشروط الأساسية في هذا الموضوع، وقالها الجنرال أيضا، أنه المقاتلين الأجانب يطلعوا من منطقتنا. نحن بالأساس ما عندنا مقاتلين أجانب. مقاتلين أجانب عددهم قليل، نعم عندنا عددهم قليل، اللي جاءوا بفترة اللي كنا فيها نحارب دواعش في 2012. أعدادهم قليلة جدا، ما عندهم مشكلة، نشكرهم وكذا ونعمل لهم أحلى حفلة كمان، واللي استشهد منهم هم هذول شهدائنا. وبالأساس هؤلاء المقاتلين يعني إذا انحل الأمور عندنا وخلص وما بقى في قتال وكذا وهاي، أساسا ما راح يبقوا هذول، لأنه هذول متعودين على القتال، ما عندهم شغل عندنا، ولا يجدون حتى اللغة العربية لحتى يبقوا أو يبقوا بالمؤسسات أو كذا وهاي. لا، راح يروحوا عندهم قضية أكبر من قضيتنا بكتير، بدهم يروحوا يكملوا قضيتهم، فما راح يضلوا عندنا، وهذا أمر طبيعي جدا. وقالها الجنرال أكثر من مرة، قال جاءنا عدد منهم نعم وساعدونا ضد قتال داعش، وفي كتير منهم استشهدوا وهدول شهداء بالنسبة لنا، وفي قسم كمان صغير هلا بقي. هؤلاء يعني من الطبيعي انه يطلعوا، لانه هذول ما سوريين ونحن كلياتنا ندعم هذا الشيء، وهذا امر طبيعي. لكن المقاتلين السوريين وهم عددهم بالالاف اللي كانوا ايضا في قنديل، هؤلاء سوريين وين بدهم يروحوا؟ خلص راحوا لقنديل، تدربوا هنيك، اجوا على بلدهم، قاتلوا ببلدهم، بلدهم تحررت، اخذت حقوقها، انتهى، يبقوا هذول ابنائنا. هذا امر طبيعي. بكل بساطه نستطيع اثبات جنسيات هؤلاء بكل وضوح كمان، لانه هذول كلياتهم عندهم وثائق وكذا وهاي، وكلياتهم يتكلمون اللغه العربيه بطلاقه. اما بالدول الاخرى، الكرد اللي موجودين في تركيا ولا في ايران ولا في كردستان العراق ما بيجيدون اللغه العربيه، هذا معروف، وانه عندهم وثائق وعندهم شهادات دراسيه وعندهم كل شيء. لا، اعتقد الصوت واضح، اعتقد الصوت واضح. الاخوان اللي موجودين على اليوتيوب، هذا الصوت واضح؟ بس اكتبوا لي هناك هذا الصوت واضح، لانه الصوت واضح اعتقد. طيب، مثل ما ذكرنا لكم انه المرحله ذاهبه الى هناك. طبعا مثل ما قلنا لكم، هلا بدنا نحكي على المسائل الدوليه نوعا ما فيها. يعني عندما تكون قوات سوريا الديمقراطيه جزءا من الجيش السوري، رح يختلف الوضع بالنسبة للقانون الدولي أيضا. وهنا الدول العالمية اللي موجودة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، راح يجبروا
آه راح يجبروا الأتراك على بعض الأمور والالتزام بالقانون الدولي. والالتزام بالقانون الدولي هنا راح يجبروهم انه ما بيضربوا قوات سوريا الديمقراطية، لانه هاي جزء صارت آه، من الجيش السوري. الشيء الآخر الهام للغاية أنه طلعنا الأجانب وبوجود أيضا منظمات دولية ودول عالمية وأشرفت على هذا الأمر، وأشرف عليه مثلا إقليم كردستان كضامن مثلا، وخرجوا هذا العدد البسيط من الأجانب اللي موجودين عندنا. لن يبقى لتركيا حجة أبدا في هذا الأمر، ستجبرها القوى الدولية على أنه تنصاع للقانون الدولي، وهذا أمر طبيعي لأنه حجة الأتراك تنتهي وقتها. وهذا أمر هام للغاية. التبعيات القانونية لهذا الموضوع هامة للغاية جدا. الشيء الهام للآخر القانوني اللي قلت لكم إياه أنه علاقة التحالف الدولي يعني ستكون مع علاقة مع الجيش السوري. فكل العالم اللي كانت تطلع وتقول لك وجودهم غير شرعي وشرعي، الآن تحول إلى شرعي. الآن وجود القوات الدولية في منطقة شرق الفرات يتحول إلى وجود شرعي. أما كل هؤلاء الانتهازيين اللي يخرجون وضعفاء النفوس واللي بيتحدثوا فيها أنه والله وين الحقوق الكردية وما في شيء واضح ولا شيء واضح، لأنه لا يوجد اتفاق إلى الآن يا سيدي أبو رأس المربع. حاليا لا يوجد اتفاق نهائي لحتى أنت تيجي تقول وين الحقوق الكردية وين الحقوق اللي ما بعرف إيش، والكلام هذا الهراء اللي أنتم بتتكلموا فيه، وكأنه قوات سوريا الديمقراطية راح تبيع القضية الكردية وراح تروح تسلم السلاح للجولاني ولغيره، وبكل بساطة وبكل سهولة. ما في اتفاق لحتى تناقشوا. يعني أنا شفت لايفات طالعين وأنا راجع على البيت عم بيناقشوا الحقوق الكردية، وبالأساس أساسا ما في لسه اتفاق على هذا الموضوع. هذا الاتفاق راح يكون في مرحلة لما تكون في الحكومة السورية حكومة شرعية، لأن لا يحق الحكومة الموجودة حاليا وهي حكومة انتقالية أنه تعطي حقوق أو ترسم خريطة سياسية لسوريا الآن في الوقت الحالي اللي نحن فيه. اللي بالنسبة له يذكر أنه خايف وخايفين من المسألة وهي هذا شأن، لأنك أنت جبان. لأنك أنت جبان وما عندك ثقة بدم شهدائك، وما عندك ثقة بقادتك، ودائما أنت تافه، ودائما أنت تتأثر بالحرب الخاصة اللي يقام فيها على الشعب الكردي، فنفسيتك ضعيفة جدا، وأنت بتبيع بسهولة حقوقك، وتستطيع أن تكون أرضية خصبة لأنك تصبح 100 تركي، فلذلك تظن أن الناس كلها مثلك. لكن الناس تدفع شهداء، وشفت أنت في 6 تشرين كيف الناس تقاوم الطائرات، واليوم الناس عائدة والناس كلها بتحتفل بالرصاص بعودة الأهالي من 6 تشرين، وعرفانين أنه في ممكن يروح شهيد وعم تروح لهونيك. أنت اللي قاعد لي في أوروبا وخايف تضرب منك ولا خوفك لأنك واحد تافه. وعلى شو خايف حضرتك؟ يعني أنت قاعد بأوروبا، خلاص خذ الجنسية الأوروبية وعيش فيها، وشو بدك بالحقوق الكردية وشو همك بالموضوع هذا كلياته إذا حضرتك بس خايف. وإذا مانك خايف اتفضل انزل على الأرض وشيل سلاح. لا تشيل سلاح، على الأقل روح مع هؤلاء المدنيين اللي موجودين وبيروحوا على 6 تشرين وبيرجعوا بيساندوا أهاليهم ويرفعوا معنوياتهم. والأفضل مشان ما تكون خايف، يعني مشان أنت تروح تحافظ على الحقوق الكردية اللي راح يضيعوها هذولك الناس التانيين. لا مكان للجبناء بيناتنا أبدا، ولا مكان للي بيشكك
بأي قوة عسكرية موجودة كردية، سواء كانت بيشمركة ولا كانت جيريلا ولا كان قسد ولا غيره ولا غيره، ولا مكان أبدا للمشككين بالقادة الكرد اللي موجودين هذول. قضوا أعمارهم في النضال وحمل السلاح والدراسة، وما راحوا وتبنوا هذه القضية اللي يضيعوها، لأنهم ما لهم جبناء مثلك اللي كتبت لي خايف. طبعا هنا كلامي مو للأخ اللي كتب هذا الكلام، خطابي هذا لكل شخص عنده نفس هاي الفكر. وهنا أنا مثل ما قلنا لكم، أنا بعمري ما بهجم على الأشخاص أبدا، لكن بهجم على الأفكار، خصوصا تكون الأفكار الانهزامية. فالخطاب الانهزامي غير مقبول أبدا. ونحن كرقابة شعبية موجودة ولا تحتاج القوات الموجودة ولا السياسيين الموجودين أبدا. رقابة شعبية، إذا بدك أعمل رقابة شعبية روح أعمل على أنكسي اللي لحالها عم بتروح للشام وتحاول إنه إيش تخطف لها شيء من الماعون. الحقيقة أنا لست ضد أي حزب، وما عمري تحدثت فيها عن حزب معين، لكن أنا اللي بشاهده وأعطيت وعد فيه إني أي جهة معينة تحاول أن تنفرد وتضيع فيها أحلام الشعب الكردي، أول واحد أنا راح أحاربها لو مين ما يكون هذا الحزب. تفضل روح شوف لي عبد الحكيم بشار وإبراهيم برو قاعدين وعم بيشحدوا عند باب الجولاني لحتى يخطفوا لهم أي اتفاق، لأنه عرفانين إنه خلص الإدارة الذاتية راح تتفق مع هناك، وحتى يكون لهم على الأقل يا أخي أعطوهم مشان الله مدير زبال بمكان معين، أي منصب، أي منصب، مدير الزبال، مدير الزبالين، مدير الحنفيات، مدير أي شغلة كذا، ودبروا لنا إياهم رجعوهم يا أخي مشان الله. فضحونا هدول يعني. وطالع كمان وبيحكي إنه ممثلين الشعب الكردي. مين قال لك إنك ممثل الشعب الكردي؟ مين سمح لك انك تكون ممثل الشعب الكردي؟ هل عملتوا استفتاء وطلعوا انتم مثلا ممثلين الشعب الكردي؟ على اي اساس هذول ممثلين الشعب الكردي ويتكلمون انه هم يمثلون الشعب الكردي؟ فاتمنى انه من الاداره الذاتيه والسيد احمد الشرع انه يتفقوا يعطوا هذول شي شغله، يعني مثلا حتى الاستراحات الموجوده على طريق الرقه حلب، الاستراحات الموجوده على طريق الشام، تواليتات الموجوده هونيك، اي مكان شغله اعطوهم اياه وخلصونا يا اخي. قاعدين لي من اول ما صاروا 3 اشهر قاعدين لي عند باب الجولاني، اللي بيسوي شاي عند الجولاني ما استقبلهم، اللي بيسوي شاي وقهوه عند الجولاني وهاي ما استقبلهم الى الان. إذا استقبلهم تعالوا ابعثوا لي بيان او شغله او صور او فيديوهات انه استقبلهم، وانا ما عندي مشكله اتراجع عن كل كلامي. على كل، هذا ما حبيت افسره اليوم. ومثل ما قلنا لكم الحلقه باللغه العربيه ليست طويله جدا. سأنهي البث على منصة اليوتيوب والفيسبوك، وراح نكمل على التيك توك لأنه في أمر خاص مهم للغاية أنا اللي بدي نكمل فيه على اليوتيوب. هذا يخص بأوروبا فقط، وراح يكون باللغة الكردية. كل الحب والاحترام للأخوة اللي كانوا معنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. طبعا أنا عم برفع الفيديوهات تبعت امبارح وأولت امبارح أيضا، راح نصير ترفع على اليوتيوب مشان أنتم تشوفوا كل الكلام اللي تحدثنا فيه قبل ما تصير هاي المسألة، يعني حتى تفهموا شو هي 3A و3B قبل ما يصير الاتفاق كله. وراح نكمل على منصة التيك توك بقية الحلقة.
كونوا على خير الموجودين معنا على الفيسبوك واليوتيوب، وأتمنى لكم ليلة سعيدة. طيب هلا هون رح ناخد استراحة، مستر حكي بنت بتشوتشك.